لو انت عروسه وبتجهزي يبقى لازم تعدي على اولاد سليم وتعالوا معايا اخدكم جوله صغيره هناك. اول حاجه كل اللي بصوا يا جماعه بجد دي اول حاجه كده هبتدي لكم بيها ونقول بسم الله. بصوا شكل الحاجات هناك تحفه ازاي. تاني حاجه بقى بصوا عشاق الايس كوفي يتجمعوا هنا، شايفين؟ بصوا دي بالشاليمو بتاعها حلوه قوي. للناس اللي كانت بتسالني المج اللي انا كنت بشرب فيه اللي هو الايس كوفي دي منين وكده، اهي عند اولاد سليم كل اشكالها موجوده. بصوا بقى يا بنات، بصوا اي مج من ده ب50 جنيه. انتوا متخيلين السعر؟ 50 جنيه بس. طبعا الناس اللي بتعشق المجات وان هي تحب تشرب فيها النسكافيه والشتا داخله علينا وحمص الشاي والحاجات الجميله دي هينفعها الحاجات دي. بصوا كبير قد ايه. بصوا يا جماعه كل بولات والطاجن بتاع البورسلين شايفين كل ده بيدخل الفرن عادي والميكرويف عادي جدا. برضو البوله دي شكلها حلو قوي ومضلعه هنا كده، شكلها خطير. شايفين؟ بصوا شايفين كل ده بيدخل الفرن عادي. شفشق صح؟ ايوه. بصوا يا جماعه بجد شكله حلو قوي، جاي معاه طقم كده كوبايات شكله تحفه وبيقول ان هو ما بيتكسرش، فاحنا ممكن نجرب. وريني كده. لا ما بيتكسرش يا جماعه، ايه الهزار ده؟ بجد شكله حلو قوي. بصوا يا بنات، بصوا طقم المعالق ده خطير على شكل بقى الجزر والافوكاتو. طبعا تنفع للاطفال عادي جدا، بس هي في الحقيقه هي كبار عادي. حاسه ان هي انتيكات مش حاجات استخدمها بجد. هحس ان انا هستخسر استخدمها. الشياله دي شكلها تحفه قوي وجديده ترندي قوي، ودي برضو لما بيتحط كده ديكور وعليها كام ورده كده بتدي شكل رهيب. ده طقم كده توابل حلوه قوي. بصوا والشياله اللي فوق بتاعه الكحك دي شكلها روعه بجد يا جماعه. بجد والله العظيم انا مبهوره باشكال الحاجات اللي موجوده، يعني ما شاء الله ما شاء الله، وترتيب الحاجات يعني ما شاء الله بجد حاجه عاليه قوي. شايفين؟ بصوا دي كده طقم شوربه اهو اللي فوق، ودي طقم التوابل. البراد ده بجد حلو قوي، عامل زي الاتراك. يعني انا الحاجات دي الاتراك بيحطوا كده اتنين فوق بعض وبيعملوا بيها الشاي، مش عارفه ليه ايه غيتهم في اتنين فوق بعض بصراحه، بس هو تحفه. بصوا برده البراد ده خطير. خلونا بقى نطلع للدور التاني ونشوف بقيه الحاجات اللي فوق. ودلوقتي اهو انا طالعه للدور التاني. لا 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 بسم الله ما شاء الله. فين ده اكتر حاجه بجد هم تعبوا فيها، الرصه دي. حاسه والله ان انا خايفه امسك الحاجات مش عارفه ليه، بس هي شكلها تحفه الصراحه. بصوا الطقم ده، شايفين؟ يا خرابي، لا 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 بجد حاجه واو، والله العظيم حاجه واو، ما شاء الله ما شاء الله بجد. شايفين يا بنات؟ انا والله عايزه اقول لكم ان انا جهازي كله من عنده. شايفين؟ بصوا دي شياله، بصوا برده الحاجات دي التسالي بقى دي كلها اطقم من امين تركي. بصوا شايفين؟ بصوا شكلها خطير. بصوا وده كمان برده من امين مصري، وبيقول برده تاني بيقول ان هو ما بيتكسرش، فبرده خلينا نجرب. بجد ما بيهزروش لما بيقولوا حاجه، والله العظيم بيبقوا صادقين قوي. بصوا حاجات بجد شكلها خطير. بصوا الوانها بجد حلوه قوي، تفتح النفس، يعني تفتح النفس على الاكل. سوري. بصوا يا جماعه، بصوا بجد الاشكال خطيره كلها رايقه جدا جدا ما شاء الله وحلوه قوي. بصوا اشكالها كلها تحفه. بصوا وده كده طقم اهي الكاسات. بصوا عاملين ازاي، يعني انتوا متخيلين؟ انا طبعا مش عارفه اجيب اللي فوق قوي، بس بحاول انا اوري لكم على قد ما اقدر. بصوا هنا حاجات كده للشاور جل ممكن تستخدمها، يعني نستخدمها في حاجات كتير اهي. برضو دي حاجات الزيت اهي. بصوا والملح والفلفل، يعني ما شاء الله بجد حاجات كلها جميله. بصوا هنا بقى حاجات اهي للعيش بقى اللي تتحط على السفره. الطقم المورد ده خطير. بصوا للبنات اللي بتحب النقشات اللي فيها ورد بقى، حاجات كلها عرايس. بصوا يا بنات دي اهي اطقم التوابل اللي انا بقول لكم عليها. شايفين؟ كل اشكالها خطيره. وندخل بقى على الصيني. بصوا الصيني بجد تحفه. شايفين؟ بصوا اشكالها رقيقه كلها وحلوه قوي. بصوا يا بنات شكلها بجد تحفه. بصوا الفنجان ده حلوه قوي. انا والله مهما صورت لكم مهما اوريكم كل الحاجات دي مش هتتخيلوها غير في الحقيقه. في الحقيقه بجد اجمل بكتير. بصوا ده بقى طقم الاكروبال. شايفين؟ بصوا للناس بقى اللي عايزه تهدي بنات عرايس، عايزه تجيب لها حاجه حلوه في الجهاز كده تنفعها. كل الحاجات دي تنفع هدايا وتنفع حلوه قوي.
والبنات بقى اللي بتجهز كلها تيجي هنا بجد هتعجبهم. كل الاشكال، كل الاشكال هتعجبهم. شايفين؟ بصوا الفناجين، كل ده اطقم صيني. الطقم ده برضو ده فطار او شاي وجاتوه. شايفين؟ كل الحاجات دي تنفع قدام الضيوف، بتبقى شكلها لذيذ قوي. بصوا الطقم اللي فوق ده شكله حلو قوي، البيبي بلو. بصوا كل ده ينفع بقى للفطار الصبح بقى، اللي هتقدمي مثلا للضيوف حاجات دي. كل ده بيبقى شكله رائع وتحفه. وطبعا لما بيتحط في النيش بيبقى شكله خطير، بيدي رقي للنيش وحاجات حلوه قوي بجد. البوتل دي حلوه قوي، حاجات برضو كانت بتدور عليها علشان خاطر تنزل بيها الجيم او الشغل. ده بقى قالب زبده. بصوا جاي معاها السكينه بتاعتها حلوه قوي. تحس بجد ان هي ديكور مش حاجه تحطوا فيها اكل. بصوا اهو ده قالب زبده حلوه قوي. بصوا جاي معاه الغطا بتاعه هنا كده فيه سيليكون من هنا. شايفين؟ عشان يتقفل كويس ويتحكم كده. بصوا شكلها خطير. بصوا واهي السكينه جايه معاه، يعني مش محتاجين ان انتوا ولا تجيبوا اي حاجه تقطعوا بيها. برضو طقم الصواني ده خطير، في منه بيضاوي في منه المستطيل، شكله حلو قوي. بصوا كيوتنس قوي قوي بجد. شايفين؟ في منه كل الاشكال وكل الاحجام. عايزه اقول لكم ان انا شفته اصلا على شي ان، فشايفين؟ فليه نجيبه من شين وهو اصلا موجود في اولاد سليم؟ ليه؟ ردوا عليا ليه. طقم الشوك والمعالق والسكاكين ده شكلها حلو قوي. بصوا هي لونها متدرج كده، شكلها خطير وقيم قوي. لو تحطيها بقى في النيش، لو تستخدميها برضو قدام الضيوف. والطقم ده اسمه نيو فلام فيكا. شايفين؟ بصوا هو عباره عن ان هو 11 قطعه، يعني معاكوا 4 حلل هنا ومعاكوا طاسه. بصوا اهي عشان خاطر هو مضروب منه كتير قوي يا جماعه. بصوا اهي ميدن ان كوريا. شايفين؟ اهي والحله بتاعته شكلها خطير. الطقم ده يا جماعه عايزه اقول لكم ان هو نازل من 9.5 ل 8,250، فبجد. ومعاه برضو 2 ماسك اهو. الحقوا الخصم ده لان هو اخر قطعه منه. ودي اهي طبق كده للكبسه، حلو قوي للتقديم، شكله خطير. القطاعه دي حلوه قوي، عايزه اقول لكم ان هي سعرها 50 جنيه. وليها مكان برضو هنا لتقطيع التوم، او تهرسيها كده، تحطيها وتضغطي عليها بالسكينه تتهرس معاكي على طول. شايفينها؟ اللي هو المربع ده ب50 جنيه. وعايزه اقول لكم برضو ان هو ما بيتكسرش. بصوا برضو ال4 شاليمو ده عايزه اقول لكم ان هو ب20 جنيه وضد الصدى. طقم بايركس جميل، عايزه اقول لكم ان هو بيدخل الفرن والميكروويف ويتعمل فيه اكل عادي وتسويه عادي خالص، مش هيحصل له اي حاجه. بصوا بحاول كده ان انا افتحه لكم عشان اوريكم. بصوا اصلا الباكج بتاعه شكله جميل قوي. شايفين؟ هو 3 قطع، يعني اهو الكبير والوسط والصغير. عايزه اقول لكم ان هو اصلا ب 250 جنيه بس. الصواني دي حلوه قوي، عايزه اقول لكم ان هي ما بتتكسرش خالص وسعرها 25. يعني دي صواني تقديم. بصوا حلوه قوي. استنى اما اجرب لكم كده واحد. استنى بصوا. انا عايزه اقول لكم بجد ان ال1000 جنيه هتلم حاجات كتير قوي عند اولاد سليم. يعني انتوا متخيلين حاجه زي كده 25 مج زي اللي انا عرضته لكم ده كده ب50 جنيه. يعني حاجات زي الشاليمو برضو ب20 جنيه. حاجات جميله بجد، هتلم معاكي كذا حاجه بال1000 جنيه. يعني بجد هتطلعي تحسي ان انت جايبه حاجات كتير. بصوا ده برضو اهو ب25. 25 ولا كام؟ 25. شايفين؟ دي بقى هي باسكت صغيره بتاعت المكتب، بس احنا كبنات هنستخدمها لفرش الميك اب، ماشي، للماسكارا، لاقلام الليب لاينر. بجد هتبقى حلوه قوي. يعني انا هاخدها اصلا معايا وانا ماشيه دلوقتي. بجد شكلها قيم وحلوه قوي. شايفين؟ ب 25 جنيه. انتوا متخيلين بجد يا جماعه؟ بصوا بقى يا بنات، الباسكت ده يتحط كده في اوضه النوم، في الصاله. بصوا حلو قوي. وبصوا هو تاتش اصلا، يعني بجد خطير. في منه الكبير ده وكمان في منه الصغير. بصوا وده كده الصغير. بصوا تحفه بجد تحفه. دي اهي الحله اللي تقلي فيها البروست بقى، وتقلي فيها اي حاجه انت عايزاها. بتشيل 3 لتر، حلوه قوي. ممكن بس تفتح الغطا. بصوا معاها الصفايه بتاعتها من جوه. شايفين؟ خطيره حلوه قوي. بصوا سعرها يا بنات 299، سعرها حلو قوي. دي المناديل اهي بتاعت الدهون. شايفين؟ ده الحجم الصغير والحجم الكبير. عايزه اقول لكم ان هي بجد حلوه قوي في شيل الدهون، بتشيل فعلا بضمير، بجد جميله. الصغيره هي عامله 40 جنيه والكبيره 60 جنيه. شكل قطعات برضو شكلها حلو قوي. بصوا عايزه اقول لكم ان هي مش بتلم بكتيريا خالص، وهتلاقيها حلوه وسهله معاكي قوي. بكام يا استاذ محسن؟ ب 450.
بجد شايفين الخامة اصلا بتاعتها باينة، يعني هي باين ان هي فعلا مستوردة وشكلها نضيف قوي. ما شاء الله، انا وانا ماسكاها باينة ان هي نضيفة قوي. ب 450 جنيه التلاتة يا جماعة. الساطور ده حلو قوي لتقطيع بقى الفراخ واللحمة والحاجات دي، سعره 150 جنيه. بصوا، بس طبعا البنات المتهورة ما تجيش تشتروا، انا بخلي مسؤوليتي منكم، انا ماليش دعوة. دي اهي بتاعت الكب كيك، الواحدة عاملة 75 جنيه. بصوا الحمرا دي شكلها تحفة، والبينك برضه. ده الكب بتاع البوب كورن، بصوا ده ب20 جنيه برضه الواحد. معلش بعيد بقى عن اي حاجة ادوات منزلية، بس عايزة اوريكم اللعبة دي شكلها حلو قوي. بصوا هو جهاز تعليم اطفال. استنى عشان هو وراني دلوقتي وعلمني كتير زي كده. بصوا يعني مثلا ده شكل اهو الاتوبيس اللي هو الباص، بتحطوها هنا كده وهو بينطقها بقى صح. اتوبيس النقل العام باص. شايفين؟ حلوة قوي، يعني يديكي بقى صوت اصلا الباص ده يتعلموه لاولادكم، بيكون حلو قوي، بيتنمي بقى الذكاء عندهم. شكلها حلو، بس دي كده في النص قلت اقول لكم عليها. خليني اقول لكم عنوان فروعهم على السريع. اول فرع هو الشارع الجانبي المتفرع